ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ معانا وصفه حلوه جميله للكوسه، بمناسبه ان احنا في الصيف كده، وطبعا الخضار بيبقى تقيل جدا. فهعمل النهارده وصفه حلوه معانا في المطبخ، وهي صينيه البشاميل، كوسه بالبشاميل. معانا كده 2 كيلو من الكوسه او كيلو ونص، وهناخد كده الكوسه نقطعها بالوربه كده بميله. شايفين المنظر ده؟ علشان نعرف نرصها كويس في الصينيه بتاعتنا او البشاميل بتاعنا ان شاء الله. ومعانا الامكانيات اللي احنا هنحتاجها او المكونات. وزي ما فهمتكم يا حبايب قلبي، الكوسه بتاعتي لازم تكون حجمها حلو كبير كده، عشان تملى كده تملى حجم الصينيه بتاعت الكوسه بالبشاميل. المكونات بتاعتنا اكنك هتعملي صينيه مكرونه بالبشاميل بالظبط، بدل ما هي مكرونه هنحط بدلها الكوسه، وتبقى خفيفه جدا في الحر اللي احنا فيه ده. طبعا هنا يا حبايبي بقى هبدا اسمي بسم الله كده، وهننزل بالزيت بتاعنا عشان نعمل عصاج اللحمه المفرومه بتاعتنا. ومعايا طبعا هنا يا حبايب قلبي ما يعادل من نص كيلو بصل انا ضربته في الكبه. هبدا انزل كده عليه في الزيت، يا دوبك هديله تتبيله بسيطه، مش عايزاه يتحمر معايا قوي. وبكده يا حبايب قلبي بعد البصله ما تكون دبلت معانا زي ما انتم شايفين كده، هبدا انزل باللحمه بتاعتي. بسم الله. هديها تشويحه حلوه مع البصله. نبدا كده نقلب كده عشان تاخد من طعم البصل. والتوابل بتاعتنا هي كالاتي. بصوا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. التوابل اهي: ربع معلقه من دي كده بتاعت الشاي بالجلاس، ديت بابريكا مدخنه، معلقه من دي برده كمون، ربع معلقه 7 بهارات، معلقه من دي فلفل اسمر، توابل لحمه، توم باودر، بصل باودر، ملح. هنسمي بسم الله وننزل بالتوابل بتاعتنا دي كلها على اللحمه. ندي تقليبه كده للعصاج بتاعنا. معانا يا حبايبي طبعا هنعمل بشاميل زي ما عودتكم كده، مره نعمله هيلسي ومره كده دسم. معايا كيلو من الحليب بارد او سخن مش هتفرق. هنزل بسم الله كده ب4 معالق من الدقيق او 5 على كل كيلو حليب. متقلقيش خالص، مش هيعجن طول ما معاكي المضرب الحمر ده ايدك شغاله فيه تقليب لحد ما يبدا يديني قوام كريمي. ومعايا بصي يا حبايبي لتلميع البشاميل بتاعي 3 مكعبات من الزبده كده، عشان يطعموا لي بس البشاميل بتاعي ويبقى طعمه حلو. معايا سنس بسيط كده من الملح. اوعي تملحي بقى البشاميل بتاعك علشان ما يبقاش متدق وتبقى حاجه مش كويسه. حبه كده من الفلفل الاسمر، حاجه بسيطه برضو. ومعايا حبايبي مكعب من مرقه الدجاج دوت حسب الرغبه، بس بطعم بصراحه البشاميل بتاعنا. بصوا ما شاء الله، سر الاختراع معاكي في البشاميل هو المضرب العجين ده. معاكي المضرب ده ما تخافيش خالص، عجين ولا كلام من ده ولا تكتلات. بشاميلك هيفضل كده كريمي وجميل زي ما انتوا شايفين كده. شايفين يا حبايب قلبي؟ بسم الله اللهم بارك، كريمي ازاي. يبقى انا كده يا حبايبي جهزت مكونات صينيه البشاميل بالكوسه. بصوا ما شاء الله، ادي البشاميل وادي اللحمه بتاعتي وادي الكوسه، ومعايا صينيه كده هنبدا نسمي بسم الله ونرص فيها. اول حاجه كده هسمي بسم الله، اخد طبقه من البشاميل هرص الصينيه بتاعتي. هبدا افرد كده الارضيه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله زي ما انتوا شايفين كده بطريقه لطيفه. ابدا ارص الصينيه بتاعتي بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. انا غطيت الصينيه من كل الفراغات بالكوسه كده ورصيتها رصه تمام. وهبدا كده هنزل بسم الله ارص كده اللحمه بتاعتي كويس، وهبدا كده افرد لحمتي كويس كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. بصوا جميله والله، منظرها شهي من غير لسه ما تخش الفرن، وخفيفه قوي وصحيه. ولو عيالك ما بيحبوش الخضار، بالذات خضار الكوسه، هياكلوها بالمنظر ده ان شاء الله وهيعجبوها قوي. الطريقه ديت هيعجبوهم الطريقه. اعتمديها ان شاء الله من داخل مطبخ رانيا. متنسينيش وانت بتتفرجي كده، اوعي تنسي اللايك. حطوا لي لايك يا جماعه، ما تستخسروش عشان يوصل لكم الفيديوهات بتاعتي. ما اعرفش، انا بقالي كتير بصراحه ما بصورش بسبب قله الدعم اللي انتوا، ما فيش دعم منكم خالص ليا. هنا كده بقى متبقي معايا كام كوسايه كده، قلت ارصهم برضو بالمنظر ده علشان كده كده الكوسه هتهبط، ما تقلقوش يعني تقولوا دي الكوسه كتير ولا حاجه، هي هتهبط. هنا يا حبايب قلبي همسك كده بيضه هكسرها. بسم الله على البشاميل بتاعي.
عشان الوش يبقى احمر. هقلبها كده عشان يفك البشاميل بتاعي ويبقى لونه احمر من فوق الوش. طبعا هنا عشان انا ما دبلتش الكوسه على النار، وديتها هدلق كده بس نص كوبايه ميه عشان تستوي معايا في الفرن ما تبقاش نيه. هبدا بقى كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، هنزل بسم الله الرحمن الرحيم بالبشاميل بتاعي رايح جاي كده رايح جاي لحد ما يملى صينيتي ويرص يغطي الكوسه بتاعتنا. ايه رايكم حبايب قلبي؟ كده خلصنا الصينيه بتاعتنا. هنخش بقى على فرن مسبق التشغيل درجه حراره عاليه ونسيبها تستوي تعيش حياتها لحد ما نطلعها. كده يا حبايبي يلا تعالوا نسمي بسم الله كده نشوف الصينيه القمر بتاعتنا دي. شايفين اللهم بارك، حاجه كده جميله كده يا حبايب قلبي. يلا بقى نسمي بسم الله كده، نبدأ نغرف البشاميل او الكوسه بتاعتنا الحمر دي. بس ما شاء الله الكوسه استوت. شايفين يا حبايب قلبي ما شاء الله. بس اللحمه بتاعتنا والكوسه استوت، محدش يرضي الكوسه مش هتستوي وكده، وطعمها جميل جدا وريحتها احلى. يا ريت يا جماعه يكون الطبق اليوم عجبكم النهارده. صينيه الكوسه بالبشاميل جميله. دمتم في حفظ الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.